الملاحظ عندما تثور البراكين ويحصل أعاصير وفيضانات وغيرها، تنتشر عبارة في مواقع التواصل الاجتماعي وعند المحللين، وكذلك في البرامج الوثائقية، وهي قولهم غضب الطبيعة. وهذه الجملة أيها الإخوة لا يجوز ولا تصح إطلاقا، لأنه يوهم ظاهرها المعنى الكفري الذي يعتقده الملاحدة، من أن الطبيعة يعني هي التي تغضب وهي التي تفرح وهي المتصرفة في هذا الكون وليس الله عز وجل. وهذا كفر لا شك فيه. فالطبيعة كما تعلمون يعني خلق من خلق الله عز وجل، ليس لها إرادة ولا اختيار ولا تصرف يعني لها من ذاتها، إلا بما أمرها الله عز وجل. فلا يصح قول غضب الطبيعة وننسب الغضب لها. ولو قال الشخص يعني أنا لا أقصد هذا المعنى الكفري يعني الذي يعتقد الملاحدة، يقال له كذلك لا يصح قولها، لأن فيه إيهام للمعنى الفاسد يعني الذي يعتقده الملاحدة. وكذلك فيه مشابهة لألفاظهم وكلماتهم ومعتقداتهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، أي راعي أحوالنا، ويقصدون بها يعني معنى صحيح. ولكن اليهود كان يقولون راعنا يريدون بها معنى فاسد، وهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة، علما أنهم يقصدون بها معنى حسن، ولكن نهاهم الله عنها سدا لهذا الباب. ومثل قول هذا ما تفعله الطبيعة وهذا ما تحدثه الطبيعة، فهذا لا يجوز ولا يصح. فينبغي للمسلم في الحقيقة أن يصون لسانه وقلمه عن مثل هذه العبارات، صيانة لنفسه عن مشابهة ومشاركة أهل الإلحاد في شعاراتهم ومظاهرهم. أسأل الله العظيم أن يعصم ألسنتنا من الزيغ والضلال.